هنعمل مع بعض كده كيكة الشوكولاتة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملها كمان جزئين، جزء بالشوكولاتة كده ميكس شوكولاتة مع بعضه، وكمان هنعمل كده ميكس سادة هشة وجميلة جدا وخفيفة كأنك عاملة بجد سبونج، مش كيكة خالص، طرية وكمان قطعتها وهي لسه سخنة ومتماسكة. اول حاجة كده هجيب معايا بيضتين تكون في درجة حرارة الغرفة، وهنزل بكوباية من السكر ونخفقهم كويس جدا لغاية ما البيض لونه يفتح كده مع السكر ويبقى قوامه كريمي. بس يا دوبك بعد كده اول ما اخفق السكر والبيض مع بعض هنزل بنص كوبايه من الزيت وكوبايتين كده، وهنعمل ايه، احنا خلصنا كده الماده السائله، هنعمل بقى كده الدقيق. هنزل بكوبايتين من الدقيق هنخلهم كويس، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو، وهنزل بظرف بيكنج باودر وذره صغيره جدا من الملح، واقلبهم كويس جدا. ده الكيس اللي احنا بنجيبه من بره ب45 وب35، انتي عملتيه في البيت بكوبايتين دقيق وكيس بيكنج باودر. ولو عايزاها كمان تطلع هشه كده ومرتفعه حط كيك شيف، بتعلى جدا وبقى كويسه. بعد كده بقى قلبت كله مع بعضه كده، قلبت الماده السائله مع الماده السايله، وقلبت كله فاتحه الفرن على درجه حراره 180 وقلبتها كده. الخطوه بقى اللي هتخليك الكيكه كانك عامله جاتوه، هتغلي كوبايه من الميه، ميه مغليه، ما تخافيش خالص وما تقلقيش من الخطوه دي، بتخليك الكيك بيتنقل في حته تانية خالص. جربيها وهستنى رايك، وهسيب لكم كمان المقادير في الكومنتات بطريقه سهله وبسيطه جدا وحلا سهل ومش هياخد معاكي اي وقت. بيضتين واتنين وكوبايتين من الدقيق وكوبايه من الميه، مرضتش اعملها بلبن عشان تبقى اقتصاديه. وبعد كده جبت البايركس دوبك كده دهنته اي ماده دهنيه، واهم حاجه نخبط الصينيه، نخبط كده كويس، نطلع كل الهواء كل الفراغات. لو انت عامله بايركس زي كده وخايفه تخبطي يتكسر، هتجيبي كده معلقه وخله وهتطلعي كل الفراغات والشكل ده بجد طعمها تحفه جدا. جربوها وهتعجبكم جدا واقتصاديه، وما شاء الله تلم العيله كلها، بتبقى طعمها حلو جدا. كمان عملنا الكيكه اللي احنا بنطلع نجيبها من بره ب35 و45، عملناها بكوبايتين دي وبجد طعمها تحفه جدا. هي كانت لسه سخنه يا دوبك، بس كده كان عندي ميكس من الشوكولاته، كان عندي شوكولاته بيضاء وشوكولاته بني وشوكولاته شيبس، حطيت كله ميكس مع بعض كده ودخلته كده يا دوبك 10 ثواني بس، ما تطولش اكتر من كده، يا دوبك ساحت. وبعد كده طلعتها قلبتها كده وقطعت كده معاكم الكيكه بالشكل ده. بجد طعمها حلو جدا وطريه وهشه، مش قادره اوصف لكم جمالها، بس بجد جربوها هتعجبكم جدا. وبعد بقى الشوكولاته ما دابت كده، هروح يا دوبك مقلباها بالشكل ده كده وهتفك معايا. بس ايه، لسه لقيتها كانت محتاجه شويه، فهرجع ادخلها تاني 10 ثواني، بس نخلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا او تنشف مننا ايه واحنا بنسيحها. بس وبعد كده اول ما ساحت فكيتها كده مع بعض، كان ميكس الشوكولاته مع بعضه مع الشوكولاته البيضاء مع الشوكولاته البني مع شوكولاته الشيبس، بجد كان عامل طعم حلو جدا، وميكس خلى اللون ده بقى اللون اللي انتوا شايفينه ده كده بقى شكلها حلو جدا كأنها شوكولاته ميلك. بس وبعد كده هنزل كده بنصها، هنزل على نص الكيك بالكميه دي، ونقدر كمان نزود لبن على الشوكولاته. انا خليتها كده ساده ما زودتش عليها اي حاجه خالص، ونقدر نزود عليها لبن ونمسح كل الكيكه يعني ونغطي كل الكميه من فوق. بس انا كده خليتي جنب بالشوكولاته وجنب ساده عشان اللي حابب يشربها كده مع قهوه او شاي، واللي حابب يحلي كده بقطعه وهي غرقانه كلها شوكولاته كده، هتفرق معاكم وبتدي ميكس حلو جدا وبتغير المود كده وانتوا قاعدين في لحظه كده. بصراحه بتدي يعني متعه جامده، فجربوهم ان شاء الله تعجبكم. وبمقادير سهلة وبسيطة جدا، وهتحضريها في 10 دقايق، وبمقاديرها أكيد موجودة في كل بيت، ومعمولة كمان بالمية وبيضتين. وما شاء الله قطعت يعني زي ما انتوا شايفين كده، قطعت ما شاء الله كمية محترمة جدا، والقطعة كويسة جدا ومحترمة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده ما شاء الله دايبة. مع اني كمان انا قطعتها بعد ما طلعت على طول، ما استنيتش عليها يعني، ما استنيتش تقعد شوية. اهم حاجة الكيكة بنقعدها ساعتين اقل حاجه علشان خاطر لما نيجي نقطعها ما تفرورش مننا. لان بجد ما شاء الله طالعه مظبوطه كويس جدا، وبجد طعمها حلو جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.